13 نقطة حصد، فرط ب20 نقطة. إذا ننتظر الآن بداية الأحداث. نوروز بالزي الأبيض، الموصل بالزي الأحمر. ما زلنا ننتظر بداية أحداث المباراة. تنطلق الآن أحداث شوط المباراة الأول. الموصل على يسار، على يمين الشاشة، ونوروز على يسار الشاشة في أول مواجهة بعد عودة الموصل بعد غياب، وأول مباراة رسمية في دوري نجوم العراق تجمع الفريقين. الفريقان التقى في لقاء ودي تغلب فيه الموصل على نوروز 2 مقابل 1. والآن الكرة تلعب، محاولة لمصلحة نادي الموصل. تعود الكرة إلى ميدراندا، كرة تبعد، مرت الكرة إلى رامي الوسماني، تعود إلى ميدراندا، حارس المرمى مهدي هاشم. كرة عادت من جديد، تلعب الكرة لسامر محسن، محاولة بالمنتصف، عادت الكرة من باقر عطوان، كرة طويلة اللعب، مرة أخرى تنقطع الكرة. تقي فلاح، كرة الشتتة الطويلة، أقرب إلى سدرك نجا، عادت إلى سدرك. أكرم اللي سجل خطأ في مرماه في المباراة السابقة. علي لطيف لم يكن في القائمة بالبداية والآن دخل قبل المباراة. عادت الكرة، باقر، ميدراندا، حسام كاظم يغيب آخر اللحظات، تم تغيير تشكيلة الفريق في القائمة. حسام كاظم موجود وبغياب علي لطيف، الآن علي لطيف يشترك وميدراندا يلعب كظهير أيسر، ودخول اللاعب علي لطيف. كرة وسط الملعب، تلعب الكرة طويلة، علي لطيف إلى مهدي هاشم. 11 هدف، 11 مباراة، 18 هدف، أكثر حارس اهتزت شباكة في مباراتين نظيفة. مباراة أولى لهيثم الشبول اللي خلف الدكتور شاسب سلطان. مباراة الأولى أمام القوة الجوية التي لم يكن بها الموصل محظوظ، أهدى ركلتي جزاء وسجل خطأ في مرماهم. تحويله إلى الجهة البعيدة، رامي الوسماني، رامي، كرة بالمنتصف، تعود محاولة إلى فونينج، ترتد الكرة، هجمة الآن، ويبدو هناك خطأ، ركلة حرة لمصلحة نادي نوروز. هذا هو فونينج، وهذا هو المدرب ولي كريم اللي عاد لقيادة الفريق. قاد في 11 مباراة، فاز في 4، تعادل في 1، خسر في 6، سجل 10 إلى 11. ولي حصد 13 نقطة ب11 مباراة وفرط ب20 نقطة. فريق نادي
نوروز لعب 16 مباراة، فاز في 5، تعادل في 1، خسر في 10، سجل 16، عانقت شباك 24 كرة، نقاطه 16 بالمركز السادس عشر. بالمناسبة الفريقان الموصل ونوروز كل منهما سجل 16 وعانقت شباكه 24 كرة، كل منهما سجل 16 هدفا وعانقت شباكه 26 كرة. كرة عادت حارس المرمى رضا عبد العزيز. رضا 6 مباريات 8 أهداف وشباكة نظيفة في مباراة واحدة. بغياب هاني شاكر المصاب يتواصل في المباراة السادسة رضا عبد العزيز. كرة إلى سيدريك نيجا. علي لطيف. علي مرة أخرى إلى سيدريك نيجا. بينية ملعوبة إلى فون إلمن إلى سامر. غياب علاء الدين الدالي هداف الفريق واللي أهدى ركلتي جزاء في المباراة السابقة. كرة مرت إلى خارج ملعب لا رمية جانبية. فونينج أربعة أهداف. تقي فلاح رمية جانبية. كرة مقطوعة، هناك خطأ، الحكم يطلب دخول المعالج. ضربات الرأس موجعة. بالسلامة لأكرم رحيم. روى يوسف، أكرم رحيم وسيدريك نيجا. الكاميروني سيدريك نيجا. بالسلامة لأكرم رحيم ولسيدريك نيجا. بالسلامة. على الطرف الآخر روى يوسف طرد أمام الميناء. 14 مباراة، هدف واحد، غاب عن الطلبة والنفط وسجل في شباك الزوراء. هيثم الشبول درب نفط ميسان، عمل مع الشرطة مساعد ومدرب مؤقت، درب الديوانية، نفط البصرة، ويساعده محمد علي كريم وربيع عماد وأوس محمد. درب الفيصلي، منشية بني حسن، ذات رأس، الجزيرة، الحسين، وفي العراق هذا 5 فريق يقوده المدرب هيثم الشبول. نهضة بالسلامة. روى يوسف أمامنا بالصورة مثل ما ذكرت، طرد أمام الميناء وعند 14 مباراة سجل هدف، غاب عن الطلبة والنفط. هذا هو ميراندا. كلاوديو أوليفيرا كان بالصورة. مارادونا. كرة تلعب إلى علي لطيف. علي. مهدي هاشم. مهدي لعب للكرخ، لأربيل، لنفط ميسان، للأمانة. سيدريك نيجا الكاميروني قادم من الدوري المولدافي. بينية محاولة. الوسماني حاول، يا سلام، إيمور. كرة محاولة. سامر محسن تنقطع، تبعد الكرة من محمد دلاور. كرة وسط الملعب. روى يوسف يلعبها سريعة. هجمة الآن، محاولة وعلي خليل، والكرة مقطوعة من أمام اللاعب نيتو أغارد. اللاعب تيرنداد، خوسيه فينور تيرنداد نيتو أغارد، ويبدو الحكم أشار إلى وجود خطأ ضد اللاعب سيدريك نيجا، وركلة حرة لمصلحة نادي نوروز. نوروز قادم من فوز على ديالة بهدفين مقابل هدف واحد، والموصل قادم من خسارة أمام القوة الجوية بهدف واحد. وبطاقة صفراء أولى لسيدريك نيجا.
بطاقة صفراء أولى لسيدريك نيجا. بعد أن غاب بسبب الحرمان 5 بطاقات صفراء، هذه البطاقة السادسة إلى هذا الموسم. هذه البطاقة السادسة تشيكينج ريد كارد. الحكم أشهر البطاقة الصفراء. هناك الدولي يوسف سعيد في غرفة الفار بمساعدة كرار عباس. هل هناك بطاقة حمراء؟ هذا هو النيتو اللي أمامنا، خوسيه نيتو أغارد. شوف بالإعادة هل كانت عنده فرصة حقيقية للتسجيل. على كل حال الحكم صاحب القرار الأول والأخير، ننتظر ماذا سيقرر الحكم. وأذكر بهذا التوقف بنتائج مباريات الجولة. يوم الأربعاء الغراف خسر من الشرطة بهدف، ديالة تغلب على الكرخ بهدف، النجف عادل القاسم بهدف، أربيل تغلب على النفط 3-1، الزوراء في مباراة كبيرة تغلب على زاخو 4-2، القرمة عادل الطلبة بهدف، اليوم أمانة بغداد يعادل الميناء سلبا، والكهرباء يعادل دهوك بهدف واحد. الآن في نفس التوقيت القوة الجوية مع نفط ميسان، وننتظر شوف هذا نادي الموصل. طبعا دعم المحافظين لأنديتهم يلعب دور كبير ويؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية. معاناة نادي القاسم والنجف وغيرها عكس دعم المحافظات الأخرى. يعني فمثلا نادي الموصل الوافد الجديد محظوظ أن يجد السيد عبد القادر الدخيل محافظ نينوى راعيا وداعما. نشوف قرار الحكم، وهل ستكون ريد كارت بطاقة حمراء؟ سيلغي الصفراء أم تستمر الصفراء؟ لا صفراء، وبطاقة حمراء هي 46 في دورينا، وأول بطاقة صفراء حمراء لنادي الموصل هذا الموسم. أول بطاقة حمراء لنادي الموصل هذا الموسم، والبطاقة التي تحمل الرقم 46 في دورينا، وأول بطاقة صفراء لفريق، أول بطاقة حمراء لنادي الموصل، في حين فريق نادي نوروز حظي ب3 بطاقات حمراء. وأكثر الأندية إشهارا للبطاقات الحمراء هو نادي زاخو 6 بطاقات، ثم يليه الكرخ ب5 بطاقات، وبالدقيقة 12 من عمر المباراة يعدل عن البطاقة الصفراء ويشهر البطاقة الحمراء بوجه اللاعب سيدريك نيجا. بالدقيقة 12 يغادر الملعب، وأول طرد في هذا الموسم لنادي الموصل، والطرد رقم 46 في دورينا. ولا رجع لقرار الحكم الذي ذهب إلى الفار ودقق مع غرفة الفار مع الدولي يوسف سعيد ومساعدة كرار عباس. إذا كنت أتحدث عن دعم المحافظين، ووصلت إلى السيد عبد القادر الدخيل محافظ نينوى راعيا وداعما للفريق. إن خسرت أو تعادلت أو فزت هناك دعم، وبنفس الوقت هو حريص أن يهيئ ملعب الإدارة المحلية اللي هو ملعب الموصل، اللي اعتدنا سابقا أن نشوف الموصل عندما شارك في دوري العراقي. إذن دعم المحافظين مطلوب، وهي رسالة لكل المحافظين أن يقتدوا بالمحافظين الآخرين وبمحافظ الموصل الذي يدعم هذا الفريق دائما. إذن بطاقة حمراء. هو كان محروم عنده 5 بطاقات، ثم اليوم الأولى حمراء بدلا من الصفراء بالدقيقة 12 من عمر المباراة. إذن ركلة حرة كانت فرصة واعدة للتسجيل برأي غرفة الفار، وبالتالي من مكان خطير ركلة حرة لمصلحة نادي نوروز. تلعب الكرة عالية برا الملعب، لا ركلة مرمى لمصلحة نادي الموصل. هذا هو مارادونا. غادرهم أسو، غادرهم هيران، غادرهم أيضا غادر الموصل بيدي سيرجيس، أيضا غادرهم.
ياسر ناجي غادرهم واستخدموا لاعبين جدد. خطأ الآن، تلعب الكرة من رامي الوسماني قصيرة ومقطوعة، ارتداد سريع، هجمة الآن الكرة لمصلحة نادي النوروز ولكن إلى الخارج، مقطوعة من ميدراندا. ماذا سيفعل المدرب شبول؟ هل سيزج بمدافع؟ هل سيدفع بحسام كاظم؟ سنتابع ونشاهد. رمية جانبية الآن، محمد دلاور، عادت لدلاور، تلعب الكرة، محاولة عرضية ملعوبة من جديد، تنقطع الكرة وخطيرة، جول 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 نيتو يسجل جول 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 بالدقيقة 16 من عمر المباراة، بالدقيقة 16 من عمر المباراة نيتو يسجل أول الأهداف ويسجل هدف الثاني بعد أن سجل في شباك ديالا، ويسجل هدف الثاني والهدف السابع عشر لنادي نوروز هذا الموسم. 1 لنادي نوروز، لا شيء لنادي الموصل. سجل اللاعب نيتو أغارد بالدقيقة 16 من عمر المباراة. 1 نوروز لا شيء. شوف الكرة لعبت وكرة داخل منطقة الجزاء، لعبها بيساره، عانقت الشباك وأحرز من خلالها أول أهداف المباراة. نيتو الخالي من الرقابة بيسارية جميلة، بيسارية جميلة، بيسارية جميلة، حلوة 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 حلوة، مرت من يد الحارس مهدي هاشم، وأعلن تقدم نوروز بأول أهداف المباراة مع هذه الرقصة الجميلة، مع هذه الرقصة الجميلة. اللاعب البرازيلي بمشاركة اللاعب النيجيري جوشوا إكبوجي في رقصة جميلة. دائما الأهداف تطرب. كرة عادت، علي لطيف، كرة مقطوعة، وسط الملعب باقر عطوان، هذا علي خليل أمامنا بالصورة، لعب للجولان، لعب للأمانة، لعب للنفط ونفط البصرة. علي لطيف، كرة مقطوعة من إكبوجي، وسط الملعب إلى أحمد إيسيا. أحمد إيسيا غادر القوة الجوية، بقي بلا نادي والآن التحق بنادي الموصل، بنادي نوروز. رمية جانبية، ميدراندا على التنفيذ، ميدراندا جوستين ميدراندا الكولومبي يلعب اليوم كظهير أيسر بغياب حسام كاظم، حسام كان بالتشكيلة مثل ما ذكرت، رغم أنه ما وصلتنا التشكيلة الأخيرة. وحسام كاظم اللاعب اللي شارك في 15 مباراة وغاب عن مباراة واحدة. كرة ملعوبة إلى باقر عطوان، ميدراندا تترك إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي نوروز. 1 نوروز لا شيء. الموصل في واحدة من مباريات الجولة 17 لدور نجوم العراق. مارادونا، كلاوديو أوليفيرا يعول عليه كثيرا، يعرف قدرات المدرب ولي. دخلنا الدقيقة 20. رضا عبد العزيز الوافد من النجف، كرة ملعوبة لعلي خليل، علي حاول يمر، ضغط عليها باقر ميدراندا، علي يا سلام يا علي، وركنية لمصلحة نادي نوروز، ركنية لنادي نوروز.
طبعا نوروز يسجل هدفه الثاني من الدقيقة 16 حتى الدقيقة 30. هدف الثاني، سجل هدف واحد من الدقيقة 16، وبنفس الوقت الهدف كرة تنقطع، الهدف الثالث اللي يعانق شباك الموصل بالدقيقة 16. كرة تنقطع، باقر ميدراندا، هناك خطأ، ركلة حرة لمصلحة نادي الموصل ب10 لاعبين وبطاقة صفراء لعلي خليل، بطاقة صفراء لعلي خليل. بطاقة صفراء لعلي خليل. كرة عادت، باقر ترتد الكرة من جديد، خطأ من جديد لمصلحة نادي الموصل. سيدريك نجا شارك ب 14 مباراة أساسي، مباراتين بديل. بالمباراة الأساسي رقم 14 يغادر بالطرد بعد أن منح الحكم بالمناسبة هاي أول بطاقة حمراء يشهرها الحكم في هذا الموسم في 11 مباراة، أول بطاقة حمراء يشهرها في 11 مباراة. كرة ملعوبة، محمد دلاور، علي خليل يشكو من إصابة، بالسلامة إن شاء الله. علي خليل، أول بطاقة لعلي خليل هذا الموسم، كان قريب منه عمر عبد الرحمن اللي يحمل شارة القيادة، لعب لديالة، للنجف، للكرخ. حكم المباراة عشاق وأنصار، شوف يعني الملعب ما بينهم، بين الموصل وبين السليمانية، فلذلك الجمهور وافد، يعني متعني قادم من ترحل من الموصل لدهوك ومن السليمانية لدهوك من أجل مؤازرة الفريق. نهض الآن علي خليل، نهض يبحث عن هدفه الأول، هذا القائد محمد دلاور، هدف في شباك النفط، 16 مباراة لم يغب عن أي مباراة، صنع هدفين. كرة عادت إلى علي لطيف، مقطوعة من جديد، رامي الوسماني بالرأس ملعوبة من جديد، محاولة مرة أخرى، تذهب الكرة إلى الجهة البعيدة إلى نيتو يحاول، منتصف شوط المباراة الأول، 1 نوروز لا شيء الموصل. عادت الكرة إلى علي خليل، علي يلف ويدور، حاول يبحث عن إسناد، تعدى لاعب، صعبة، هو يشكو من إصابة ويبدو أنه لا يستطيع أن يكمل المباراة. هذا القائد عمر عبد الرحمن، ونشوف إذن يبدو زج بهداية لطيف، هل زج بأحد اللاعبين؟ لا، هذا ميدراندا. نشوف إذا نهض علي، بالسلامة يا علي. كلاوديو أوليفيرا، مارادونا على التنفيذ، عالية الكرة بالرأس، عالية إلى ركلة مرمى،
25 دقيقة من عمر المباراة اللي يكملها الموصل منذ الدقيقة 12 ب10 لاعبين بعد طرد اللاعب سيدريك نيجا. شوف بالإعادة الكرة، شوف الفراغ شوف بسهولة تلعب الضربة الرأسية. ركلة مرمى الآن لمصلحة الموصل. كل إدارة حرة بتغييراته. جاسم سلطان قاد الفريق في 15 مباراة، فاز في 5، تعادل في 3، خسر في 7. حصد 18 نقطة مع فريق الموصل وفرط ب17 نقطة، 27 نقطة من أصل 15، مفروض يحصد 45 نقطة. حصد ب5 الفوز 15 نقطة و3 تعادل 18، وفرط ب27 نقطة كما فرط اللاعب المدرب ولي كريم ب20 نقطة. كرة ملعوبة الآن من جديد، عادت الكرة من اللاعب أحمد إيسيا، عادت علي لاعب كربلاء اللي التحق بنوروز الموسم الماضي. كرة عادت إلى جوشوا أكبوجي، طويلة لا على التعيين، برا الملعب، لا رمية جانبية لمصلحة الموصل، رامي الوسماني. كرة عادت إلى الخلف، بدأ أكرم رحيم يعود إلى الخلف بدلا من سيدريك نجاه، والآن يعني فقدوا الوسط لاعب سامر محسن، لاعب نفط الوسط، لاعب القاسم، سجل هدف في شباك الكرخ. كرة عادت بالمنتصف، عمر بصيرة، أكرم، حارس المرمى مهدي هاشم، طويلة ملعوبة الكرة، علي برا الملعب، رمية جانبية اللي اشترك اليوم بدل من أوجينين ميرسك اللي طرد أمام ديالا في المباراة السابقة واللي سجل خطأ في مرماه في مباراة أربيل. كرة اللعب بالرأس، عمر، سهلة ضعيفة برا الملعب، ركلة مرمى لمصلحة نادي نوروز، ركلة مرمى لمصلحة نادي نوروز. نادي الموصل على أرضه لعب 7 مباريات، فاز في 1، الفوز الوحيد كان على النفط 2-1، وتعادل في مباراة وخسر في 5 مباريات، بينما خارج أرضه فاز في 4، تعادل في 2 وخسر في 3. دائما نتائج خارج الميدان أفضل من على هذا الملعب. كرة تلعب من جديد، سريعة، ميدراندا، علي، كرة تشتت، سامر، صعبة إلى عمر بصيرة، وخطأ لمصلحة نادي الموصل، خطأ لمصلحة نادي الموصل. روى يوسف يرتكب خطأ، اعثار واضح وركلة حرة لمصلحة نادي الموصل. كرة عادت 6 مقابل 3 الأخطاء. سامر، أكرم رحيم، كرة طويلة، فونينج، ميدراندا، كرة عدت من عمر بصيرو إلى سامر وسماني، بينية وسهلة للحارس رضا عبد العزيز. رضا عبد العزيز مثل ما ذكرت
هذه المباراة السابعة إلى على التوالي، 8 أهداف عانقت شباكة في 6 مباريات، وشباكة كانت نظيفة في مباراة واحدة. شارك في مباريات دهوك، أربيل، القاسم، الكرخ، القرمديان. عادة الكرة، جوشوا كبوجي، روى يوسف، الوسماني، قصيرة، تلعب الكرة، منتقي فلاح، محاولة وكرة ضعيفة ومحاولة من جديد، طالت من أمام علي خليل إلى ركني، طالت من أمام علي خليل إلى ركني. لاعب خطر مهاري علي خليل. علي لطيف يشكو من إصابة، وهنا العشاق والأنصار يبتهجون، يتابعون، يتغنون، وللفوز كلاهما يتمنون. كرة بعدها علي لطيف، لعب للجولان، للرمادي، للطلبة، للشرطة، للزوراء ولدهوك. أبعد الكرة بصعوبة، شوف الصعوبة كانت ضاغط عليه علي خليل، وبالتالي ركنية لمصلحة نادي نوروز أمام حسرة ولي كريم. ولي اللي يذكرني بهدفه الجميل اللي سجله من قوس الجزاء بيمينية رائعة في شباك منتخب شباب أمريكا. هنا العشاق نادي الموصل اللي أسس عام 47، المشاركة رقم 21 أو 21. أول مواسمه كان موسم 82 83 حل تاسع، آخر عودة 25 26 بطل الدرجة الممتازة. أول مباراة لعبها الموصل مع صلاح الدين كسرها بهدف، وأول تعادل في الدوري بتاريخه مع الصناعة 1-1، وأول فوز 2-1 على التجارة جولة الخامسة. لقب الدرجة الممتازة 3 مرات، 81 82 2001 2002 2024 25، والدرجة الأولى 23 24. إعادة، هذا هو هدف المباراة الوحيد من كرة من داخل منطقة الجزاء عن طريق اللاعب نيتو أغار. اللاعب نيتو جوزيف فينورد تيرنداد نيتو. نهض علي بالسلامة، ركنية الآن لمصلحة النوروز. مراقبة لصيقة لنيتو. علي، خرج علي يشكو من إصابة، العلة اليوم وضع سيء بالنسبة لدفاعات الموصل، طرد لاعب وآخر يصاب، والحكم يشير إلى وجود خطأ لمصلحة الموصل. خطأ لمصلحة الموصل. نيتو يشكو من إصابة، نيتو يشكو من إصابة. لاعب سريع مهاري طويل، يتحرك بكرة وبدون كرة. قادم من الدوري البوليفي من جواو نيبيرا. شوف بالإعادة، أي احتكاك مع الحارس خطأ. هنا ركلة حرة للموصل، ننتظر نيتو. الآن ب9 لاعبين نادي الموصل، من سيدخل؟ هل سيدخل بديل لعلي لطيف أم سيعالج ويعود؟ المصائب لا تأتي فرادى. بعد طرد المدافع سيدريك نجاء، إصابة علي لطيف. هيثم الشبول في ثاني مباراة إله. نهض الآن نيتو بالسلامة إن شاء الله. يبدو عاد علي لطيف بالسلامة إن شاء الله. عاد علي لطيف. أكرم رحيم، كرة طويلة تبعد من أكبوجي، تعود إلى عمر. أكبوجي
أو فونينج قصيرة ترتد، ومحاولة إلى سامر محسن. سامر، وهنا خطأ ضد دلاور وخطأ ضد محمد دلاور، ربما سينذر محمد دلاور. إذن ركلة حرة لمصلحة نادي الموصل ب10 لاعبين منذ الدقيقة 12 بعد طرد سيدريك نجار. 10 دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. ما زال نوروز يتقدم بهدف وحيد على مضيف الموصل. هنا خطأ، ركلة حرة لمصلحة نادي الموصل، عرقلة واضحة من محمد دلاور. أمس يوم 5 غلق المركادو الشتوي، انتهت الانتقالات الشتوية يوم أمس، أغلقت عند الساعة 12 ليلا كرة الشتت. عمر عبد الرحمن، دلاور يحاول، دلاور يلعب الكرة طويلة، يا سلام، ويبعدها عمر، شتتت الكرة. عمر عبد الرحمن بالرأس، سامر، مرت كرة مقطوعة، دلاور عادت إلى إيسيا مرة أخرى، محاولة تبعد الكرة من جديد، تنقطع من الميدراندا، وهناك خطأ لمصلحة نادي الموصل. خطأ ضد اللاعب جوشوا أكبوجي، خطأ ضد اللاعب جوشوا أكبوجي. بالسلامة لعمر، عمر عبد الرحمن، بالسلامة لعمر عبد الرحمن قائد الفريق اللي يحمل شارة القيادة بغياب حسام كاظم. عمر عبد الرحمن، طبعا عمر ثاني مباراة يلعب أساسي، مباراة واحدة لعب أساسي و6 بديل، هذه ثاني مباراة يلعب أساسي، ومباراة واحدة كان أساسي و6 بديل، وهذه المباراة الثانية إلى يدخل بها أساسي. ركلة حرة لمصلحة الموصل، 8 دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. يبقى التقدم أبيض لنوروز بهدف اللاعب نيتو بالدقيقة 16 من عمر المباراة. حائط صد، كرة تنقطع، ميدراندا مرت إلى تقي فلاح، تقي بالمنتصف، روى علي خليل، تقل للجهة البعيدة، تقي مرة أخرى عالية، كرة خطيرة خطيرة طالت على نيتو، وكرة الشتت من رامي الوسماني بالرأس مقطوعة من سامر، تعود إلى أمجد باقر عطوان. عمر، دلاور يبعدها، إيسيا، أحمد إيسيا، علي صالح، تقي فلاح، تقي يلعب الكرة، محاولة، نيتو، تقي، علي، رضا عبد العزيز، كرة إلى جوشوا أكبوجي، أحمد إيسيا، أحمد أكبوجي مرة أخرى، تعود الكرة، يحاولون يسحبون لاعبي الموصل إلى الأمام. كرة عادت، روى يوسف، روى أحمد إيسيا، روى أكبوجي، علي صالح، محمد دلاور، أكبوجي يتركه إلى رضا عبد العزيز. يحاولون بهذا اللعب أن يسحبون اللاعبين إلى الأمام، متقدمين بهدف ويحاولون أن يعززون تقدمهم ويخلقون فراغ في دفاعات وفي المناطق الخلفية لنادي الموصل. كرة وسط الملعب، روى قصيرة مقطوعة، محمد دلاور، بينية،
كلاوديو اوليفيرا، علي خليل، علي سدد، الله، كرة حلوة بيسارية من علي خليل ترتد من القائم وينقذ مرمى الموصل من إصابة أكيدة. مرمى الموصل ينقذ من إصابة أكيدة بعد كرة جميلة من علي اللي توغل ولعبها بيساره من خارج منطقة الجزاء، ارتدت من القائم البعيد، وبالتالي فرصة هدف ثاني تضيع على فريق نوروز. نوروز أفضل بحكم أنه بالتشكيلة كاملة، الفريق يعني طرد لاعب وتسجيل هدف، يعني صار عنده شوية جانب معنوي ضعيف بالنسبة للفريق الموصل. شوف الكرة لعبها علي، مرت على يسار مهدي وارتدت من القائم، كان ممكن أن يكون هدف ثاني في شباك الموصل. مارادونا يشكو من إصابة، جوستن مينوتا ميدراندا ما زال مينوتا، ميدراندا، مينوتا يشكو من إصابة. 4 دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. ما زال نوروز يتقدم بهدف، هو الأفضل، هو أكثر استحواذ، أكثر انتشار، أكثر خطورة. لم يخطر مرمى الحارس رضا عبد العزيز إلى الآن. مينوتا يعود، ميدراندا، مينوتا يعود، عمر بصيرو، عادت الكرة علي لطيف أو أكرم رحيم، علي لطيف، علي مثل ما ذكرت، أكرم عاد إلى الخلف، ترك الوسط ولعب كقلب دفاع بعد طرد اللاعب سيدريك نيجار. اليوم ثالث طرد، يعني طرد لاعب في مباراة محمد قاسم نصيف، في مباراة الميناء والأمانة، طرد منذر العلوي في مباراة دهوك والكهرباء، واليوم يطرد سيدريك نيجار. هذا ثلاث بطاقات حمراء في هذه الجولة. كرة خطيرة داخل منطقة جزاته، بعد الكرة برافو يا علي، تعود الكرة مرة أخرى لفونينج، فونينج يحاول، كثرة تغلب الشجاعة. علي حاول، صعبة صارت، وركنية أو ركلة مرمى احتسبها حكم اللقاء لمصلحة نادي الموصل، ركلة مرمى لمصلحة نادي الموصل. ركلة مرمى لمصلحة الموصل، لم يفعل شيء الموصل لحد الآن، بلا خطورة. دقيقتان فقط تفصلنا على الوقت الرسمي للمباراة بشوط الأول. بغياب علاء الدين الدالي، موصل بلا خطورة يعول على فونينج، وفونينج مراقبة لصيقة من دفاعي قلبي الدفاع أكبوجي وعلي صالح. كرة مرت إلى سامر، تنقطع، تقي، قصيرة مقطوعة، يحاول مرة أخرى، تقي، تلعب في وسط الملعب، أحمد إيسيا، محمد دلاور، علي خليل، مارادونا، محاولة محمد دلاور المندفع للأمام، تنقطع من جديد من علي، عمر عبد الرحمن، عمر، مينوتا، قصيرة ترتد مينوتا من جديد، علي صالح، علي يلعب الكرة طويلة، ملعوبة الكرة، محاولة الآن أقرب لكبوجي، قصيرة لعمر عبد الرحمن. عمر، شوف الفراغ، شوف المساحات، يعني 4 ضد 6، يعني ما يخلقون أي خطورة على الفريق. عادت الكرة لرامي الوسماني، عمر بصيرو، كرة إلى باقر عطوان، مينوتا، مرت عمر عبد الرحمن، عمر، مينوتا، باقر، مينوتا، عمر،
يا سلام يا عمر، هي كرة النفس عادت إلى الوسماني من الجهة البعيدة، ممكن يحول ممكن يحول ممكن يحول، حول كرة خطيرة خطيرة وأقرب لها. برافو 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 رضا، برافو رضا عبد العزيز يتمكن من الكرة. عادت إلى أحمد إيسيا، أحمد إيسيا كرة بالمنتصف. علي حسين عنبر اللاعب القادم من كربلاء، لاعب للنجف أيضا. أحمد إيسيا محاولة سريعة حلوة، لا دلاور، دلاور يحاول كرة عرضية خطيرة 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 حلوة من روى يوسف، ولكن علت العارضة إلى ركلة مرمى. حلوة من روى يوسف علت العارضة. 4 دقائق وقت محتسب بدل ضايع يضيف حكم اللقاء الدولي زيد ثامر، والنتيجة ما زالت على حالها 1 نوروز لا شيء. الموصل في المباراة اللي يكملها الموصل ب10 لاعبين منذ الدقيقة 12 بعد طرد اللاعب والمدافع الكاميروني سيدريك نيجار. ركلة مرمى الآن، دخلنا الدقيقة 2 من الوقت المحتسب بدل ضايع. اليوم يوم الطرد، مباراة الأخرى الجوية ونادي نفط ميسان. 18 هدف بهدف النيتو، 19 هدف، 19 هدفا سجل في هذا اللقاء في هذه الجولة لحد الآن. كرة مقطوعة تقي فلاح، خطأ لمصلحة نادي الموصل، خطأ لمصلحة الموصل. الوسماني على التنفيذ، كرة عرضية ملعوبة، تبعد الكرة من جديد. باقر، عمر، الوسماني مرة أخرى، أكرم رحيم، عادت الكرة من جديد. مرت إلى الخارج إلى رمية جانبية لمصلحة نوروز. من جديد علي أكبوجي، دلاور، علي دلاور. استقدم لاعبين كثيرين في الانتقالات الشتوية. علي حسين عنبر، علي مرة أخرى يلعبها علي، عمر يستقبل الكرة، عمر، سامر محسن، سامر صعبها على نفسه، سامر يلعبها برا الملعب إلى ركلة مرمى، يلعبها برا الملعب إلى ركلة مرمى. والدقائق 4 تنتهي، ننتظر صافرة الحكم الدولي زيد ثامر لتعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول. ركنية احتسبها الحكم لمصلحة نادي الموصل. كل الآمال تترقب فونينج أن يفعل شيء. أكبوجي، جوشوا أكبوجي، باقر للحدود ولكربلاء، وأبعدها الحارس، كرة مرت إلى الخارج وركلة مرمى لمصلحة نادي نوروز.
صافرة الحكم الدولي زيد ثامر تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتقدم نوروز على الموصل بهدف وحيد سجل اللاعب نيتو بالدقيقة 16 من عمر المباراة اللي أكمل شوطها الأول الموصل ب10 لاعبين منذ الدقيقة 12 بعد طرد اللاعب سيدريك نجا. نذهب لاستراحة قصيرة على أمل أن يتجدد اللقاء معكم واحداث شوط المباراة الثاني. ركنية الآن باركو، هناك عرقلة بالعارضة وهدف هدف 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 عن طريق اللاعب ذو الفقار علي ذو الفقار يونس عبد علي وخلينا نشوف هل كان هناك اكو دفع وذو الفقار يسجل اول الاهداف مع فريق اربيل واول اهدافه هذا الموسم بالدقيقة 59 من عمر المباراة. شوف بالإعادة، شوف الكرة ارتدت من العارضة وتمركز سليم لذو الفقار، لكن هنا قد يكون نشوف هل سيتأكد من صحة قرار حكم اللقاء. محاولة من اللاعب هنريك فرناندو الحسن نعيم خطر الله جول كمال القرع اللاعب المغربي يدرك التعادل بالدقيقة 80 من عمر المباراة ويسجل هدف الشخص الرابع بعد أن سجل هدفين في شباك نفط ميسان وهدف في شباك القرمة بعد كرة وجملة تكتيكية رائعة، كرة على طبق من ذهب. هنا عشاق وأنصار الأمانة واللاعب كمال القرع يسجل ويدرك التعادل لفريق الأمانة بالدقيقة 80 من عمر المباراة. كرة جميلة ولا أروع، اللاعب الخالي من الرقابة. شوف الكرة الآن، شوف همام
كعدة الأحمد محمود، محاولة والقرع يلعبها بكل سهولة إلى سقف المرمى ويدرك من خلالها التعادل لفريق أمانة بغداد. يدرك من خلالها التعادل لفريق الأمانة بالدقيقة 80 من عمر المباراة. 1-1 الآن. درب ديالا والتوجيهات، انطلاق الآن أوليفيرا، جول مارادونا 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 كلاوديو أوليفيرا. لاحظ التمريرة الرائعة، روى لأوليفيرا بهدف أول، حلوة قوية وعلى الزاوية البعيدة، وأول لنادي نوروز عن طريق كلاوديو أوليفيرا. سجل نوروز هدف أول، فرحة ليايات. انطلاق الآن، براهيمة عدل جول للديالة عن طريق تانديا لمدينة البرتقال بهدف في غاية الجمال. راح تانديا بثالث مباراة يسجل تانديا ثالث أهدافه مع ديالا. سجل على الطلبة وسجل على الغراف، ويسجل الآن على ديالا بثالث مباراة بثالث هدف لهذا اللاعب. يقدم أوراق اعتماده بشكل رائع مع ديالا. إبراهيم تانديا مع الحايك، أوليفيرا عالية، الله ثاني لنوروز عن طريق خوزيه نيتو البرازيلي البديل الناجح. ثاني لنوروز من برازيلي لنيجيري لبرازيلي. نيتو ثاني لنادي نوروز. اليوم البرازيلي لاحظ الله، من برازيلي إلى برازيلي ثلاثة برازيليين. لاحظ أوليفيرا لجيفرسون لنيتو الله ما كان جيفرسون، هذا نيجيري، وكمل عليها البرازيلي من برازيلي لنيجيري لبرازيلي. ثاني الأهداف لنوروز، والثاني أهدافه. عودة من جديد، تلعب بتمريرة بعرضية، محاولة راسية، البرازيلي يدون أول أهداف في البرازيل تياغو، وأول أهداف في المباراة. نعم، إنهم قادمون من أجل القمة، من أجل اعتلاء هرم الترتيب، ومن هناك يسجل الهدف الأول فريق نادي القرمة برأسية مخادعة لجعفر شنيشن. نعم، مغالطة ومخادعة لدفاعات فريق نادي الكرخ. هدف أول يسجل في هذه اللحظات عن طريق البرازيلي تياغو في خامس ظهور، في خامس مباراة للبرازيلي. نعم، ليونسو تياغو بكرة وعرضية ورأسية من هناك تخدع الجميع، وتسجل أول الأهداف لفريق نادي الكرخ. نعم، 1-0 بهدف رائع وبرأسية ذكية تخدع أكبر الحراس. نعم، وتخدع أيضا أكبر المدافعين والدفاعات. في ضربة ركنية هي السادسة للكرخ، يبحث من هنا خطيرة رأسية، من هنا جول، وهدف التعادل. من هناك ننتظر مشاهدينا الكرام والمتابعين في لحظات مثيرة
مثيرة جدا، مثيرة جدا. حتى الآن لم ينتصر القرمة ولم يخسر فريق نادي الكرخ. كرة ومتابعة وتصويبة. محاولة خطيرة الآن، ممكن المواس قد تكون الفرصة الأخيرة فيها هدف، الفرصة الأخيرة فيها هدف، هدف أول للشرطة ليونيل أتيبا. الله 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 الله. أعتقد أيضا راية على ليونيل أتيبا. هل يحتسب الهدف؟ ليونيل أتيبا يسجل في هذه اللحظات ليونيل أتيبا، وأيضا الهدف يسجل الآن لفريق نادي الشرطة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضاع. هو أضاف 4 دقائق، والشرطة في الدقيقة الرابعة لم يترك الشوط الأول ينتهي بالتعادل. يأتي أتيبا ويسجل 8 أهدافه مع الشرطة خلال هذا الموسم. لاحظ الإعادة، الله على التمريرة، غير متسلل هذه المرة. أتيبا يسجل هدف شرعي لفريق الشرطة. واحد القيثارة لا شيء الغزلان ينهي الشوط الأول الشرطة بهدف ليونيل أتيبا بتمريرة سحرية عن طريق اللاعب محمود المواس، اللي لعبها بحرفنة لقدم اللاعب ليونيل أتيبا اللي مر من الحارس وسدد بكرة وفي المرمى ليعلن فريق الشرطة عن افتتاح التسجيل من خلال الشوط الأول. إذن هدف للشرطة مقابل لا شيء للنجف أمام فرحة المدرب مؤمن سليمان. الأخطاء المحتسبة 4 للنجف، 2 لفريق الشرطة. ركلة حرة علي داخل منطقة الجزاء خطيرة. التعادل جول للنجف. هدف للنجف عن طريق سجاد رعد، يسجل لفريق النجف هدف التعادل في الدقيقة 70 سجاد رعد يسجل هدف التعادل في مرمى الشرطة ليعيد فريق النجف إلى الواجهة في هذه اللحظات بدخوله إلى المباراة. البديل يشعل الفتيل في هذا اللقاء ويسجل هدف التعادل بعد دخوله للمباراة. يسجل سجاد رعد هدف التعادل لفريق النجف. إذن النجف الآن يتعادل أمام الشرطة في هذه اللقطة، في هذه المحاولة، بعدما مرر علي فاز داخل منطقة الجزاء، وتحضير كان جميل من اللاعب سجاد رعد اللي أخذ الكرة بهذه الطريقة وسجل هدف التعادل لفريق النجف. هنا الإعادة حاول معها حارس المرمى أحمد باسل، لكن مرت على أحمد باسل ليدرك فريق النجف هدف التعادل في مرمى الشرطة. مباراة ماراثونية ما بين لاعبي النجف والشرطة، ومحاولة المواز داخل منطقة الجزاء، ممكن ثاني من جديد أتيبا الكاميروني بنفس الطريقة. الأسد الكاميروني بنفس الطريقة في الشوط الأول سجل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضاع، ويسجل في الدقيقة 14 من الوقت المحتسب بدل ضاع هدف ثاني لفريق الشرطة. يفعلها من جديد أتيبا، ثاني لفريق الشرطة، ثاني. أي إثارة في هذه المباراة، أي لحظات في هذه المباراة، أي جمال في هذه المباراة، أي لحظات في هذه المباراة، أي مباراة مجنونة ما بين الشرطة والنجف، أي مباراة جميلة شاهدناها ما بين الشرطة والنجف. ونجم المباراة، نجم الشباك، هذا اللاعب الواضح أمامنا في الصورة، ليونيل أتيبا يجلب النقاط الثلاث لفريق الشرطة. لاحظ الإعادة، لاحظ اللقطة، لاحظ المحاولة، مناف، وبعد ذلك العارضة ليكملها أتيبا في المرمى ليعلن فريق الشرطة عن هدف ثاني. هدف قاتل في مرمى النجف. النجف كان في طريقة إلى التعادل، لكن أتيبا لم يترك الشوط الأول يخرج بتعادل، ولم يترك النجف يخرج من الشوط الثاني بتعادل. لذلك ليونيل أتيبا نجم هذه المباراة يسجل هدفين في مرمى النجف ليرفع رصيده إلى 9 أهداف. والشرطة
من جديد نعاود أحبائي مشاهدي متتبعي شبكة قنوات شبكة الإعلام العراقي وأحداث شوط المباراة الثاني من لقاء نوروز ومضيف الموصل في آخر مباريات الجولة 17 لدور نجوم العراق. فريق نوروز على يمين الشاشة والموصل على يسار الشاشة، ويبدو أن الفريقين بتشكيلتهم كما كانت في شوط المباراة الأول. وأذكر أن فريق الموصل يكمل المباراة منذ الدقيقة 12 ب10 لاعبين بعد طرد سيدريك نيجا بالدقيقة 12 من عمر المباراة. هدف واحد انتهى به شوط المباراة الأول لنوروز، سجل اللاعب نيتو جوزيف فينورد نيتو بالدقيقة 16 من عمر المباراة. أذكر لمن فات معنا بمتابعة أحداث شوط المباراة الأول بتشكيلة الفريقين: الموصل مهدي هاشم برقم 35 في حراسة المرمى، رامي الوسماني 6، علي لطيف 16، مدرندة 22، أكرم رحيم 31، باقر عطوان 14، عمر بصير 26، فونينج 99، سامر محسن 7، عمر عبد الرحمن 10. ويبدو محمد رضا دخل بدلا من سامر محسن، أو اللاعب محمد رضا دخل بدلا من كلاوديو أوليفيرا. أما تشكيلة نادي نوروز: رضا عبد العزيز بالرقم 1، على اليمين محمد دلاور 2، تقي فلاح 53، علي صالح 15، جوشوا أكبوجي 98، أحمد إيسيا 99، روى يوسف 27، نيتو 50، علي خليل 88، كلاوديو أوليفيرا 10. ونشوف محمد رضا بدلا من دخل. أول تغيير في المباراة محمد رضا يدخل، على ما أعتقد بدلا من علي خليل. على كل حال إن شاء الله لقطة كانت سريعة، كرة ملعوبة عالية، وسماني شتتها، أكبوجي، يا سلام يا أكبوجي، فونينج ضاغط، ومرة أخرى خروج حاسم من الحارس رضا عبد العزيز. محمد دلاور، كرة تلعب من جديد، محاولة الآن لفريق الموصل وسهلة لحارس المرمى، سهلة للحارس رضا عبد العزيز. نلعب الدقيقة 3 من عمر شوط المباراة الثاني، الدقيقة 48 من عمر المباراة. معين أحمد يدخل، أيضا معين يدخل في تشكيلة الموصل، معين أحمد يدخل في تشكيلة الموصل. ركنية الآن للموصل، باقر عطوان على التنفيذ، كرة ارتدت، روى، خطأ لمصلحة نادي نوروز. وأيضا يدخل اللاعب
اللاعب سيمون أمين الكسندر. تغييرين الآن في تشكيلة الموصل. سيمون أمين أيضا يدخل. تغييرين في تشكيلة الموصل. اللاعب القادم طبعا سوري من أوربيرو السويدي. كرة اللعب أكبوجو ديلاور محمد إلى الخارج. رمية جانبية لمصلحة نادي الموصل. محمد رضا يدخل بدلا من علي خليل. كرة بالمنتصف روى يوسف. عادت إلى دلاور. محمد رضا يلعب كرة تشتت من علي لطيف. محاولة تقي فلاح. علي جوشوا أكبوجي. أكبوجي يلعب الكرة طويلة. محمد رضا أقرب للكرة يلعبها عرضية. محاولة بالرأس من رامي الوسماني. محاولة من اللاعب علي حسين عنبر. طويلة الكرة الآن إلى سامر محسن. سامر يحاول. كرة مقطوعة من أكبوجي. أحمد إيسيا تقي فلاح. روى مقطوعة من باقر عطوان. كرات غير مستقرة. كرة من علي حسين عنبر. عادت الكرة إلى علي صالح. تعود إلى أحمد إيسيا. طرد أمام الغراف. في أول مباراة لعبها مع نوروز. كرة ارتدت إلى رامي الوسماني. وهناك خطأ لمصلحة نادي الموصل. خطأ للموصل. مهدي هاشم على التنفيذ. ما زال التقدم أبيض لنوروز بهدف اللاعب نيتو اللي أمامنا بالصورة. سجله بدقيقة 16 من عمر المباراة. كرة ملعوبة وسط الملعب. عادت الكرة إلى رامي الوسماني. مقطوعة من أمام اللاعب سيمون. عادت من جديد. نيتو. أحمد إيسيا. شوفوا التكتيك اللي عمله هيثم الشبول. كرة خطيرة وتبعد. زجبي معين أحمد. زجبي كلاعب ظهير يسار وجناح، يعني راح يكون جناح مكسور. يعني معين يرجع إلى الخلف ومدرندا ينضم إلى الداخل ودفع بأكرم إلى جانب سيمون واللاعب باقر عطوان. هذه الحالة اللي كانت قبل قليل وطالبوا بها عشاق وأنصار الموصل بركلة حرة. ركنية الآن تلعب الكرة بالرأس مقطوعة. تسديدة محاولة تبعد من جديد. سامر محسن. سامر يحاول. سامر وهناك خطأ. كرة عادت خطيرة. مارادونا. معين من الجهة البعيدة. معين وسط الملعب أكرم. خرج عمر عبد الرحمن وخرج علي خليل. كرة اللعب. أيضا خرج عمر بصيرو من تشكيلة الموصل مع عمر عبد الرحمن. لا تلعب بالنار يا مهدي. مهدي هاشم. الكرة إلى ركنية لمصلحة نادي نوروز. نلعب بالدقيقة 54 من عمر المواجهة. شوف بالإعادة الكرة اللي لعبت ما سيطر عليها. يعني أنت محظوظ مو بمنطقة الهدف، يعني قريب من الهدف. كرة عادت. أحمد إيسا يتركها. روى. نيتو. روى. أكبوجي. دلاور.
دلاور يلعب الكرة، محاولة ملعوبة إلى مارادونا، مارادونا يلعب إلى محمد رضا، محمد رضا يمر، يحاول يلعب الكرة عرضية خطيرة دلاور، وجول! جول! جملة تكتيكية جميلة رائعة تنتهي عند رأسية اللاعب نيتو اللي يسجل هدف الشخص الثاني في لقاء اليوم بالدقيقة 54 من عمر المباراة. نيتو يسجل هدف الشخص الثاني من كرة تلعب من جهة اليمين من البديل محمد رضا اللي يلعبها ودلاور، وتأتي على رأس اللاعب نيتو الخالي من الرقابة اللي يضعها بكل سهولة إلى داخل الشباك ويحرز الهدف الثاني لمصلحة نوروز. شوف كرة توغل بها محمد، لعبة عرضية دلاور بالراس، هياها على طبق من ذهب للاعب الخالي من الرقابة. شوف لاعب خالي من الرقابة، يعني رامي الوسماني كان المفروض ينتبه، هذا مسؤولية رامي الوسماني اللي يراقب هذا اللاعب، ولكن بكل سهولة نيتو يضع الهدف الثاني ويسجل الهدف الشخصي الثالث هذا الموسم، هدفين في شباك الموصل وهدف في شباك ديالى. كرة اللعب 2 مقابل لا شيء. كرة عادت، روا، خطأ الآن لمصلحة نادي نوروز. نلعب بدقيقة 55، 10 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني، 10 دقائق من عمر شوط المباراة الثاني. هذا الهدف الرابع اللي يتلقاه الموصل بهذا التوقيت من الدقيقة 46 حتى الدقيقة 60. الهدف الرابع اللي يتلقاه الموصل بهذا التوقيت. كرة عادت سريعة حلوة، دلاور المنطلق. شوف هذا اللي كنت أقول عنه، أنه زج بمعين كظهير أيسر ودفع ميدراندا إلى قلب الدفاع ويلعب بجناح مكسور، يعني وقت الهجوم يندفع معين إلى الأمام. بينما الهدف الخامس أو الهدف الثاني اللي سجله نوروز بهذا التوقيت من الدقيقة 46 حتى الدقيقة 60. معين، يا سلام يا معين، مار معين يلعب الكرة بالرأس مقطوعة، تعود الكرة من جديد وسط الملعب، روا مرة أخرى. سيمون أمين، فونينغ لم يفعل شيء في هذه المواجهة. علي، كرة الشتت من تقي، رامي بالمنتصف مقطوعة الكرة، طالت على أكرم رحيم، تعود الكرة من جديد، محاولة سيمون، باقر، أكرم، بده يلعب بثلاث ارتكاز، سيمون وباقر وأكرم، وأعاد ميدراندا إلى الخلف وزج بمعين كجناح مكسور، عند الضغط يلعب كظهير أيسر. كرة عادت بالرأس مقطوعة من أحمد إيسيا، روا، سيمون، بينية حلوة، وكرة طالت على سامر محسن. فعالية الموصل في الثلث الأخير معدومة، تقف لا، كرة مقطوعة، فونينغ، كرة برا الملعب إلى ركلة مرمى. مثل ما ذكرت أول مواجهة ما بين الفريقين في دوري نجوم العراق بعد عودة الموصل. اليوم يعني أكد هيثم لشبول المباراة مهمة بالنسبة للفريقين، نحتاج
لخطف النقاط لتحسين موقعنا على جدول الدوري. وأكد أنه غياب علاء الدين الدالي سيكون مؤثر، لكن الجميع على قدر المسؤولية. وأكد في آخر حديثه هذا الهدف الثاني، شوف اللاعب الخالي من الرقابة، أكد في آخر حديثه أنه هدفنا إعداد فريق مثالي ليتوافق مع الخطة التي وضعناها مع الإدارة. بينما سيمون اللي دخل قبل قليل واللي حضر المؤتمر الصحفي أكد نحن بكامل الجاهزية لهذه المباراة، سندخل المباراة من أجل خطف نقاط المباراة. كرة تلعب خطيرة، محاولة سهلة إلى الحارس، سهلة إلى الحارس رضا عبد العزيز. يتصدر الترتيب الشرطة ب35 نقطة، القرمة ب34 بالوصافة، القوة الجوية بالمركز الثالث بنفس الرصيد، أربيل بنفس الرصيد 34 نقطة بالمركز الرابع، الطلبة بالمركز الخامس ب31 نقطة، الزوراء بالمركز السادس ب31. يعني خلال 16 دور لم يرتقي الأندية الجماهيرية للصدارة إلا في الجولتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة. جولتين ديالة و9 جولات أربيل، نفط والغراف، ولأول مرة في الجولة 15 و16 ترتقي الأندية الجماهيرية لصدارة الترتيب. القرمة جولتين، والجولة 18 ستنطلق يوم الجمعة القادم، 7 أيام لمشاركة الأندية خارجيا. والقوة الجوية سيضيف نوروز عند الساعة 3 من يوم الجمعة القادم، بينما فريق نادي إدهوك سيضيف على ملعبه هنا فريق الموصل. كرة أبعدها أكبوجي إلى الخلف. ستنطلق أولى المباريات بين الميناء والغراف على ملعب الميناء، وهنا عشاق وأنصار الفريقين يؤازرون. تغيير الآن، راوى يوسف يترك الملعب، يدخل اللاعب بالرقم 32 فريق نوروز. يخرج تقي فلاح، الحكيم محمد حسن الحكيم كظهير أيسر يدخل، أيضا إبراهيم غازي يدخل، يخرج باقر عطوان، يخرج باقر عطوان، يدخل إبراهيم غازي القادم من دهوك، سبق اللعب هذا اللاعب لنوروز. إذا ظهير أيسر يخرج اللي هو تقي فلاح، يدخل محمد حسين الحايك اللبناني قادم من الصفا، وإبراهيم محمد أيضا يدخل، إبراهيم محمد يدخل في تشكيلة فريق نادي نوروز بدلا من روى يوسف. كرة تلعب من جديد، علي صالح كان أمامنا بالصورة الركنية لمصلحة الموصل.
5 مقابل 4 الركنيات. محاولة الآن مقطوع الكرة، تعود من جديد علي لطيف بالمنتصف، ترتد الكرة من إبراهيم محمد وسهلة إلى رضا عبد العزيز. إبراهيم محمد اللي دخل أكثر لاعب حظي ببطاقات صفراء في تشكيلة نوروز، 8 بطاقات صفراء، بينما حسن داخل ومعتز زادين، أو حسن داخل 8 زائد 2 حمراء لاعب الغراء. كرة اللعب من الحايك، ترتد وسط الملعب، سيمون أو سامر، ميدراندا، مينوتا، ميدراندا، معين. عادت الكرة إلى مينوتا، فونينج، سامر، ميدراندا، مينوتا، أكرم رحيم، سامر، يا سلام، سامر يحاول تقل للجهة البعيدة. عادت الكرة، ميدراندا المندفع إلى الأمام، عالية ملعوبة، الكرة خطيرة وبالراس من إبراهيم غازي برا الملعب إلى ركلة مرمى. إبراهيم غازي لعب في موسم 2021 مع نوروز. حتى الحالة بها تسلل. على كل حال كرة مرت من فوق العارضة إلى ركلة مرمى. لاعب طويل، أساسي في مباراة واحدة 5 بديل، قادم بالانتقالات الشتوية من دهوك. كرة ملعوبة، عادت الكرة من جديد، كرة لعلي صالح، دلاور، إبراهيم محمد، مقطوع الكرة، سامر، سامر يحاول يمر الآن، عرقلة واضحة، خطأ لمصلحة نادي الموصل، يسعى الموصل لتقليص الفارق. محمد دلاور أمامنا بالصورة، القائد، عرقلة لسامر، كرة عادت، علي لطيف، مقطوع الكرة، دلاور، إبراهيم، محمد رضا بروح رياضية عالية، يبعد الكرة إلى الخارج. كرة اللعب، محمد حسين الحاي، شوفوا بالإعادة، ركلة حرة احتسبها الحكم. رامي الوسماني، عالية الكرة بالراس، تبعد، ميدراندا من الجهة البعيدة، مينوتا، ميدراندا، مينوتا، مقطوع الكرة وعرقلة واضحة وخطأ وركلة حرة لمصلحة نادي
طبعا. ابراهيم غازي القادم بالانتقالات الشتوية من النفط، يلعب كرة رأسية أخطر ما شاهدناه للموصل، يلعب لدهوك أيضا، كرة عالية، رامي الوسماني حايك، أكبوجي دلاور، مرة أخرى الكرة ملعوبة، علي صالح ترتاد، سامر يحاول، نقص العدد يأثر، وغياب علاء الدين أيضا أثر على فريق الموصل في هذا اللقاء. كرة عادت برا الملعب رمية جانبية لمصلحة نوروز، كرة ارتطمت بسامر محسن، حكمنا الدولي زيد ثامر اللي يساعد أحمد صباح ونوار صالح ومحمد طه، وحكم الفيديو يوسف سعيد يساعد كرار عباس، مشرفا للمباراة علي فاضل، ومراقب الحكام صباح عبد. محمد دلاور على التنفيذ، 70 دقيقة من عمر المواجهة، 20 دقيقة تفصلنا على النهاية، 2 نوروز لا شيء لفريق الموصل اللي يكمل المباراة منذ الدقيقة 12 ب10 لاعبين بعد طرد سيدريك نجاف بالدقيقة 12، والأهداف سجلت عن طريق نيتو بالدقيقة 16 و54. محاولة مقطوعة، رامي الوسماني أمامنا، محمد حسين الحايك، عادت إلى علي صالح، جوشوا إكبوجي، محمد دلاور، إكبوجي مرة أخرى، يحاولون يسحبون لاعبي نادي الموصل إلى الأمام في نية لاختراقهم بكرات طويلة مرتدة. محاولة من جديد وسط الملعب، كرة عند اللاعب علي حسين عنبر، نيتو، خطأ لمصلحة النوروز، سيمون يرتكب خطأ، كرة عند الحارس مهدي هاشم، يلعب كرة طويلة بالرأس ملعوبة الكرة، علي حسين، علي، يبدو علي صالح يشكو من إصابة، هناك ارتطام ما بين اللاعبين، سيمون وعلي صالح بالسلامة إن شاء الله. علي صالح لاعب نادي نوروز، شارك في 6 مباريات أساسي ومباراة بديل، هذه المباراة السابعة اللي شارك فيها كلاعب أساسي. نهض اللاعبان، هذا هو اللاعب القادم من النفط ابراهيم غازي، الموسم الماضي اهدى ركلة جزاء على ما اتذكر امام نفط البصرة مع الزوراء، لعب لدهوك، للزوراء، للحدود ولنوروز. محمد دلاور، معين، مدرندا، علي لطيف، مينوتا مدرندا، عاد الكرة إلى علي لطيف،
أكرم، سيمون، إلمن، اندفع رامي والكرة إلى الخارج، رمية جانبية لمصلحة نادي نوروز. وضع موصل منذ الدقيقة 12 اختلف بعد طرد اللاعب سيدريك وبعد تسجيل الهدف بعد 4 دقائق من خروج سيدريك. محمد حسين الحايك، نيتو، كلاوديو أوليفيرا، كرة لإبراهيم محمد، إبراهيم يحاول ولكن يبدو هناك راية، وبالتالي الحكم أشار إلى مبدأ إتاحة الفرصة. كرة تنقطع. سامر محسن، سيمون، فونينج، سيمون، كرة مقطوعة من علي صالح، تبعد من سيمون إلى خارج الملعب لرمية جانبية لمصلحة نادي الموصل. علي صالح أبعد الكرة، حايك يلعب الرمية جانبية، نيتو يعيدها للحايك، حايك يلعبها، تبعد الكرة لرمية جانبية لمصلحة نادي نوروز. ربع ساعة بالتمام تفصلنا على نهاية أحداث هذه المواجهة، هدفين لنوروز لا شيء لنادي الموصل. هذه حالة التسلل اللي سبقت هذه الحالة، والحكم يقول له العب، راح ينذره. انذار للحايك. كرة اللعب، هجمة الآن، محمد، كرة خطيرة، الله، ضاعت على إبراهيم. أول بطاقة صفراء للحايك اللي شارك في مباراتين أساسي و3 بديل، واليوم المباراة الرابعة اللي يدخل بها بديل الحايك. فرصة ضاعت على نادي نوروز. اللاعب اللي كان تسلل ما استلم الكرة، وشوف شوف 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 المحاولة ضاعت، لو ماسها كان ممكن تشكل خطورة على مرمى الموصل. ركلة حرة لمصلحة نوروز. سامر محسن، كرة لمحمد دلاور، عادت الكرة، نوروز بعد خسارتين أمام الكرخ وأمام القرمة يحقق فوز الثاني على التوالي بعد أن حقق الفوز على ديالى. خارج أرضه خاض 8 مباريات، فاز في 2، تعادل 1، خسر 5. اليوم المباراة الثالثة اللي يحقق بها الفوز خارج الديار إذا ما استمرت النتيجة على حاله. مارادونا يلعبها ترتد من الدفاع. فريق الموصل دائما على أرضه المفترضة اللي هي ملعب دهوك يتعرقل بإحراز الفوز. هذه المباراة السادسة اللي يتعرض من خلالها الهزيمة على ملعبه وأمام عشاقه وأنصار. كرة شتتت من رضا عبد العزيز، معين، مينوتا، أكرم رحيم، مرة أخرى مينوتا، سيمون يمر، أو هذا سامر، مرة أخرى رامي الوسماني تضيع عليه الكرة، عادت الكرة، محاولة لإبراهيم يلعبها بينيه، برافو يا علي لطيفة بعد الكرة، عادت إلى رامي الوسماني، رامي يمر يلعب الكرة بينيه إلى إبراهيم غازي، ولكن طالت الكرة إلى حارس المرمى. كرة عادت إلى علي حسين عنبر،
أحمد عيسى، كرة مرت من إبراهيم الحايك إلى الخارج، يبدو إبراهيم غازي يشكو من إصابة. إبراهيم غازي، إبراهيم غازي يشكو من إصابة. طبعا مباراة واحدة كان أساسي وثلاثة بديل، هذه المباراة الرابعة بديل، عنده بطاقة صفراء واحدة. أكثر الأندية إشهارا للبطاقات الصفراء هو الموصل، أصبح نادي أربيل 50 بطاقة، ثم يليه الكرخ والطلبة والموصل 48. عندنا بانتهاء يعني باستثناء مباراة الميناء والأمانة 800 وبطاقة واحدة، باستثناء مباراة الميناء والأمانة 800 وبطاقة واحدة. فوانينج يترك الملعب ويدخل اللاعب بالرقم 55 عبد الله حسون الوافد من النجف. عبد الله حسون الوافد من النجف، لعب للنجف، لكربلاء، للجوية، للقاسم، لاعب يمتاز بالإمكانية والتسجيل. عبد الله حسون الوافد بالانتقالات الشتوية. كرة اللعب، عبد الله حسون يلعبها، خطرة مرت خطرة ومرت إلى الخارج. مارادونا حاول والكرة مرت إلى الخارج. 10 دقائق أو 9 دقائق بالتمام تفصلنا على النهاية في الكرة، ومارادونا أنقذ الحارس ببراعة. مرت على الحارس، ما مست إيد الحارس، إلى ركلة مرمى. تلعب الكرة وسط الملعب، سيمون يلعبها، مينوتا، سيمون من جديد، كرة طالت، إبراهيم، أكبوجي، دلاور، مينوتا، علي لطيف، ضغط متوسط واضح من منتصف الملعب للاعبي الموصل. دلاور يشكو من إصابة، بالسلامة إن شاء الله. دلاور يشكو من إصابة، بالسلامة إن شاء الله لمحمد دلاور. محمد دلاور يشكو من إصابة، بالسلامة إن شاء الله. بطاقة صفراء لمن؟ لسامر على ما يبدو، سامر أو معين. مباراة أساسي، مباراة واحدة بديل، مباراة رقم 16 أساسي لقائد الفريق. إذن سامر محسن والبطاقة الصفراء الثالثة. دخول قوي من سامر محسن. الله يعين الحكام. كرة ملعوبة من جديد، ميدراندا، مينوتا، حلوة ملعوبة، معين، ميدراندا يحاول، سيمون بالمنتصف، ميدراندا من جديد، سيمون مرة أخرى. على كل حال هذا اللعب يعني أنت متأخر، يعني مو فايز حتى تقتل وقت وترجع إلى أرضه، إلى ساحته. عادت الكرة، علي، مهدي يلعب كرة طويلة، كرة مقطوعة، علي صالح، رضا عبد العزيز،
6 دقائق تفصلنا على النهاية و10 ثواني باستثناء الوقت المحتسب بدل ضايع. معين رمية جانبية عالية، الكرة بالرأس مقطوعة من كبوجي، محاولة تنقطع. مينوتا، أكرم، معين، سامر، ترتد الكرة، الحايك يشتتها، علي يردها مرة أخرى، محاولة من عبد الله حسون، رامي الوسماني، كرة تنقطع. عباس بديع راح يدخل، لاعب يلعب لنفط البصرة، للنفط، لنفط ميسان. محمد دلاور يترك الملعب. شاهدنا العباس بديع كلاعب ارتكاز في المباريات السابقة، اليوم راح يدفع كظهير أيمن. عشاق وأنصار نوروز يحتفلون. محمد دلاور يترك الملعب، يدخل عباس بديع. كرة عادت بالمنتصف، علي حسين، أكبوجي، أحمد إيسيا، عادت الكرة لمحمد حسين الحايك. حايك يمر، حلوة ملعوبة، خطرة هذه، وبرافو مهدي، مهدي هاشم يغلق المرمى بوجه مارادونا. كلاوديو أوليفيرا كاد أن يصيب المرمى اللي يحمل شارة القيادة بخروج اللاعب دلاور. هل كان هناك حالة تسلل؟ خروج، هل هي ركنية أم حالة تسلل؟ ركلة حرة غير مباشرة، ركنية يحتسبها الحكم. عالية ملعوبة الكرة وتبعد من جديد. محاولة، علي صالح، أوليفيرا بالرأس تبعد من معين، مرت إلى مينوتا، بدلا من أن تروح رمية تماس إلى ركنية لمصلحة نادي نوروز. رمية تماس خرجت قبل أن تلعب وتمر إلى الخارج من قريب من علم الزاوية. بالرأس من إبراهيم، برا الملعب، ركلة مرمى لمصلحة الموصل. الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة، هدفين لنوروز، لا شيء للموصل اللي أكمل المباراة منذ الدقيقة 12 ب10 لاعبين بعد طرد سيدريك نجاه بالدقيقة 12. كرة مرت إلى رامي الوسماني، رامي قصيرة تنقطع. الحايك يمر، وإلى رمية جانبية لمصلحة نوروز مقطوعة من سيمون. رمية جانبية، العشاق والأنصار يؤازرون، يبتهجون، يحتفلون. حايك، أحمد إيسيا، علي حسين عنبر، عباس بديع، علي حسين، أحمد إيسيا، مرت إلى علي صالح، إبراهيم، نيتو تنقطع. عبد الله حسون، إبراهيم، أحمد إيسيا، ومارادونا يلعب كرة حلوة ملعوبة إلى جانب عباس بديع. عباس يحاول يمر، لكن كرة مقطوعة من معين، أبعد الكرة معين. سامر محسن لم يخطر مرمى نادي
نوروز لاعبي الموصل باستثناء رأسية إبراهيم غازي. علي حسين عنبر يرتكب خطأ ضد اللاعب سامر محسن، ركلة حرة لنادي الموصل. نادي الموصل اللي أنجب حارس محمد، هوار ملا محمد فتحي، وحكم المباراة يطلب دخول المعالج. احنا بالدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة. سامر يشكو من إصابة، سامر فريقه متأخر على أن ينهض، يشكو من إصابة. الحكم يطلب النقالة وسامر يتلقى العلاج. بالسلامة لسامر، سجل هدف في شباك الكرخ، لعب في نفط الوسط للقاسم، وعرقلة من علي حسين عنبر الوافد بالانتقالات الشتوية لتشكيلة استخدم ولي كريم وإدارة نادي نوروز عدد من اللاعبين في تشكيلة تغيير جذري كان، وخلف ياسين أراس كان هناك الصربي داليبور سافيتش قائد الفريق. ما زال سامر يشكو من إصابة، بالسلامة إن شاء الله. الخسارة الثانية لهذا المدرب. والخسارة التاسعة للموصل، وبالمقابل الفوز السادس لنوروز. الفوز السادس لنوروز والخسارة التاسعة للموصل. نوروز يرفع رصيده إلى 19 نقطة. نوروز يرفع رصيده إلى 19 نقطة. هذا الهدف الثاني. يقفز بدلا من الموصل إلى المركز 14، ويتراجع الموصل إلى المركز ال15 في المراكز الأربعة الخطيرة. إذن نوروز يقفز للمركز ال14 بدلا من الموصل. يخرج مارادونا، ياكو عمر يدخل، او اللاعب عباس طارش يدخل مهاجم بدلا من مهاجم. عباس طارش اللاعب الوافد من البحري كلاعب مهاجم. كرة تمر، وايضا يدخل في تشكيلة الموصل اللاعب رقم 11 بدلا من سامر محسن، اللاعب ماجد عبد الجبار. ماجد عبد الجبار يدخل، اللاعب القادم من الأمواج. كرة وسط الملعب سيمون، 4 دقائق وقت محتسب بدل ضايع. الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضايع. رامي الوسماني، كرة إلى علي لطيف، شتتها علي بالراس من عبد الله حسون. بالمنتصف الكرة عادت إلى رامي الوسماني أو سيمون، عادتها إلى الخلف. مينوتا أكرم رحيم، رامي، سيمون، عبد الله حسون. عبد الله يحاول، وركنية أو رمية جانبية لمصلحة نادي الموصل. رمية جانبية لمصلحة نادي الموصل. طرد أثر كليا على نادي الموصل، والخسارة الثانية على التوالي والثالثة على التوالي
للموصل بعد خسارتهم أو الخسارة الثانية على التوالي بعد فوزين حققهم في آخر مباراتين. حققهم المدرب شاسب سلطان بعد أن فاز على الكهرباء بهدف وفاز على القاسم 3-2 أقيل، والخسارة الثانية على التوالي على يد المدرب الجديد هيثم شبوب. كرة عادت من جديد، رامي مهدي طويلة من مهدي، عادت الكرة تبعد، سيمون معين أو إبراهيم غازي، ماجد معين، مينوتا، أكرم عادت مرة أخرى، محاولة من جديد، كرة عادت إلى رامي الوسماني، رامي، أكرم، ماجد، معين مرة أخرى، سدد، كرة تبعد من أكبوجي، كرة عادت مرة أخرى وسط الملعب، رامي وإلى حارس المرمى رضا عبد العزيز. نلعب دقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل ضايع. علي إلى علي، وصافرة حكم اللقاء الدولي زيد ثامر تعلن نهاية أحداث هذه المباراة اللي انتهت بفوز نادي نوروز على الموصل بهدفين مقابل لا شيء سجلهما اللاعب نيتو بدقيقة 16 و54. المباراة اللي أكملها فريق نادي الموصل ب10 لاعبين بعد طرد اللاعب سيدريك نيدو. إذن النوروز يقفز للمركز الرابع عشر ب19 نقطة ويتراجع عن الموصل للمركز الخامس عشر. سعدت برفقتكم، شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء قادم آخر بإذن الله.